اسراء شنو باغا توري المشاهدين اللي قلتي قبيله؟ لا خليه يوريني ما يخلي فعل. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم سهام. بداو كلامنا بالصلاه على نبينا، الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كيف ما كتشوفوا معايا بديت معكم ان شاء الله من الصباح، من الفطير ديالي كيف ما موالفاكم. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا يا ربي. وما تنساونيش من الدعم ديالكم الى جات على خاطركم، واحد لايك للفيديو، واحد تعليق زوين، وبارطاج القناه فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف بزاف من القلب اللي كتسولوا فيا. ما حطيتش لكم والبارح فيديو، والبارح كنت غير اعتذرت لكم وهضرت معكم حيت بزاف ديال الناس سولوا فيا لي سهام مالكي غبرتي علينا هاد اليومين هادي. بصراحه غير من تيكون عندي هكا شي ظروف هكا ما كتقدرش توازن ما بين تصور وتقضي داك الغرض اللي عندك. ضروري خصك داكشي اللي عندك هو اللي غادي تقضي، ما يمكنش توازي بيناتهم. التصوير بصراحه واحد المسؤوليه كبيره. خصك الا كنتي غادي تصوري، وبالخصوص الروتينات ديال الدار اللي كيديروا فيديوهات وكيديروا روتينات ديال الطبخ، وراكم عارفين شويه كيكونوا صعابين ما بين طيبي وتصوري وعاد عاوتاني كيكون المونتاج كيكون واحد الصعوبه، ولكن ماشي مشكل. في الوجه ديالكم نتوما ماشي مشكل بصراحه. باش كنرمي فيديو كنلقى التعليقات الزوينه، اكثريه التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا هي اللي كتحفزني نصور لكم ونوض نقول. حيت كنشوف بنات كيقولوا يا سهام راكي كتشجعينا نوضوا نقضيو بزاف ديال الحوايج لوليداتنا، نطيبوا ليهم. ما كيكونش الانسان باغي يطيب، وكيكون راكم عارفين كيكون واحد العجز شويه كل واحد والظروف ديالو. ملي كيتفرج كيشد هكا في اليوتيوب كيتفرج في فيديو زوين ومحفز وكيعطيك الطاقه الايجابيه، راه غادي تنوضي وغادي تشقاي. من راسي انا راه حتى انا كنتفرج في فيديوهات في اليوتيوب، والخصوص الفيديوهات البساطين اللي كيقيسوا داكشي اللي كندير انا كيعجبوني، كنتفرج فيهم حتى انا. هما كيعطيوني الطاقه الايجابيه وكنوض حتى انا كنبغي ندير بزاف ديال الحوايج. وملي كنغبر عليكم واخا غير نهار كنبقى بالي معاكم كنقول شوف ما حطيتش اليوم كره، حيتاش عندي بزاف ديال الناس كيتسناوني. عندي خواتاتي، عندي امهات ديالي، حيتاش كيتفرجوا فيا بزاف ديال الناس مختلف الاعمار. حيتاش ملي كيهضر معك انسان في واتساب وكيقول لك في عمري 60 عام، في عمري 70 عام، عرفتي راه كنفرح واحد الفرحه كبيره. كنقول سبحان الله، لانني كيتفرجوا فيا مختلف الاعمار. كيعجبني الحال حيتاش الا كان محتوى زوين ونقي راه غادي يتفرجوا فيك بزاف ديال الناس. وشكرا لكم بزاف بزاف من القلب. كاع اللي كيبغي اختو سهام كنقول لك شكرا لك، الله يسهل عليك والله يعطيك ما نويتي في خاطرك ان شاء الله يا ربي. غادي ندوزو للفيديو ديالنا. راني وجدت الفطور وفطرت، بقيت كنهضر معكم ندوز ان شاء الله نقول لكم شنو درت في هذيك الملويه اللي على الشكل ديال الحرشه. درت شويه ديال السميده رقيقه ديال الحرشه وشويه ديال الطحين سبيسيال حرش. درت واحد شويه ديال السكر غير شويه اولا العسل اللي عندكم، ممكن العسل ممكن السكر. انا كندير العسل اكثريه. درت واحد شويه ديال الزيت والملحه، واحد شويه ديال الخميره ماشي بزاف، وجمعتها بميها دافيه حيت دابا الحال بارد. نحاولوا نجمعوا هكا الحاجه اللي فيها الخميره نجمعوها بميها دافيه صافي. وراكم غتشوفوا في الفيديو كيفاش صايبتها، بحال كان صايب الملوي. ملي عجنتها خليتها ارتاحت شويه ودزت عاوتاني بديت كنورق فيها وكندهنها، كنرش عليها هكا شويه السميده والزيت وعلى الطريقه ديال الملوي. وفاش بغيت نقرصها ما قرصتهاش بالزيت، قرصتها بالسميده، يعني بالسميده وطيبتها. بصراحه جات بحال شكلت الحرشه ملويه على الطريقه، يعني ملوي بطريقه هي كتجي ناشفه
حريشه كتجي مورقه من الداخل، راه غتشوفوا في الفيديو كيفاش جات. صراحه جات زوينه بها باش فطرنا، عمرت بريريت ديال اتاي وفطرنا، واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وهنا غتشوفوني جيت عند الدجاجات ضروري نعطيهم ياكلوا، ولقيتهم بادو يلا صراحه راه هذه ماشي الوقيته ديال البيض. الدجاج في هذه الوقيته ديال البرد ما كيبقاش يبيض، حيت كيجيونا التعاليق سهام. انا مربيه الدجاج في السطح وما بقاش كيبيض ليا. هذه راه الوقيته اللي ان الدجاج ما كيبقاش يبيض فيها. حنا سولت الوالده قالت لي ملي كيبرد الحال الدجاج كيقل كيولي يبيض. الا كانت كتبيض كتولي تبيض قليل، مره فين تبيض الدجاجه. ولكن في الوقيته اللي كيكون الصيف وكيكون الحال سخون، ديك الساعات تبارك الله تيولي الدجاج يبيض وكيكثر البيض. ولكن ملي كيبرد الحال كينقص هكا. ولكن هادو اللي عندنا بصراحه رانا فاش جات وحده باضت 4 البيضات ما عاوداتش بيضات ديك الدجاجه الكحله. ودابا فاش طلعت لعندهم لقيت وحده اللي بيضه، ما عرفتش شكون اللي باضت عاوتاني فيهم. يلا هذيك لقيتها فاش طلعت نوكلهم صافي حيدتها حتى نشوفوا شكون اللي كتبيض عاوتاني فيهم. وهنا كيف ما كتشوفوا هبطت باش نقضي الشغيل ديالي. راكم عارفين ملي كنوضو جري عليا نجري عليك ضروري خصك تقضي الشغل. غسلت الماعن، طرفت هكا الكوزينه ودزت العجينه. انا تعمدت بديت معكم العجينه من الاول حيت واحد الاخت رغباتني بصراحه تقول لي عافاك سهام وريني كيفاش كديري الخبز. واخا انا كنحطو يعني عندي في الفيديوهات، ولكن غادي نقول لك اختي الطريقه. انايا كيف ما كتشوفي كندير الزرع في الخبز ديالي. درت شويه ديال شي جوج زلايف هكا كبارين ديال الطحين حرش، ودرت زلافه ونص ديال الزرع. درت 2 معالق كبارين ديال الخميره حيت راكم عارفين الجو بارد دابايا. ودرت الملحه، درت واحد شويه ديال الزيت البلديه. الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش. انايا كندير يا اما شويه ديال السكر يا اما شويه ديال الزيت البلديه. انا هاد المره درت شويه ديال الزيت البلديه باش الخبز كيجي رطب، وملي كتدخليه الفران دغيا كيتحمر. صافي عجنت العجينه ديالي كيف ما شفتوا. ما علقتهاش يعني بزاف، غير فين تجمع لي هذاك الطحين وبقيت كنعلكها ونزيد ليها الماء غير شويه ماشي بزاف. صافي غطيتها ارتاحت. هي قد ما غطيتي العجينه ديالك ترتاح كتجيك هكا الخبز كيجي زويون ورطب. صافي راه ارتاحت. دزت هنا كيف ما كتشوفوا كنقطعها كنديرهم معي خبيزات صغار، ما غاديش نديرهم انايا كبارين. وبصراحه الخبز غير ما تخافوش منه، حيت بزاف ديال البنات ملي كيشوفوني كنعجن هكا الخبز كيقولوا سعداتك سهام كيصدق لك الخبز. هي العجينه اختي ما تخافيش منها، غير ملي تعجنيها خليها ترتاح. قد ما رتحتي ديك العجينه ديالك راها كتجيك زوينه. انا راه خمرتها المره الاولى، جيت قطعتهم هكايا كويرات القياس اللي بغيت، وعاوتاني كورتهم وغطيتهم ارتاحوا. حيت دابا الجو بارد شويه كتعطلك العجينه. ارتاحوا عاوتاني دوك الكويرات باش يسهلوا عليك من تبغي تقرصيهم ما يعذبوكش هكايا في التقراص دغيا يتقرصوا. صافي غطيتهم ارتاحوا شويه، دزت عاوتاني قرصتهم. وكيف ما كتشوفوا راني قرصتهم وساليت. قرصت بالنخاله الرقيقه، النخاله بوحديتها. كاين اللي كيقول لها التشيشه، كاين اللي كيقول لها حنا كنقول لها النخاله. صافي قرصتهم ودزت هنا عندي واحد زيزواره راه جديده حيدتها من البلاستيكه ديالها اولا موس ماضي يكون ماضي. صافي وقطعتها كنجر خط هكا وخط هكا بحال الزائد. اولا نتوما لكم الاختيار. انا فضلت ندير لهم هاد الطريقه، ولا درتو لهم هكا ديروها قبل ما يخمر. عاد غطيو الخبز تشرطوه هكا من الوسط، عاد تغطيو الخبيزات ديالكم يخمروا. الا درتوها حتى خمر الخبز ما غاديش يجيكم زوين في الفران. ولكن الا ما درتوش ليها هكايا خليتوها هكاك ومن تبغيو حتى يخمر من تبغيو طيبوه غير تقبوا الخبيزه ديالكم كيف ما موالفين ودخلوها للفران. صراحه كيف ما بغيتو الخبيز كل واحد وكيفاش كيبغي يزين الخبيزه ديالو ملي كيبغيها يدخلها للفران. صافي راه خليته يخمر هذاك الخبيز ودزت لهاد المرحله. نتوما تشوفوا كيفاش داير كيردوه ليا. جادو اسراء حالته المرح هنا راه جبت جاد من المدرسه. شوفي اللوحه هذيك فوق الطبله ما هو كيعطيوه في المدرسه هنا عندنا كيعطيوه كيقولوا المطعم. فاش كنا حنا كنقراو
كانوا كيعطيونا هكا الخبز فيه الطون اولا فيه العدس ولا فيه اللوبيا اللي مدوزين هاد في المدرسه. المطعم راه غادي يخليوها لي في التعليق. وكتكون اكثريه المدرسه اللي في الباديه، يعني هما اللي كيعطيو المطعم، والمدارس اللي تيكونوا هكايا في المدينه راكم عارفين ما كيعطيوش. وحنا حنايا هنا كيعطيوه، يعني حيتاش محسوبه على العروبيه هاد البلاصه هادي. باقيين حنايا يعني باقيين ما كيف ما كنقولوا، واخا حدانا تجهيز حدانا بزاف د الحوايج، ولكن باقيين حنايا قرويين محسوبين قرويين. كيعطيونا الوليدات ديالنا المطعم. وهاد الاواخر ما بقاوش كيعطيو هكا الخبز فيه اللوبيا العدس. صراحه كان ديك الايام صراحه زوينه. دابا ولاو كيعطيو شنو؟ كيعطيوك شاشيه ديال التمر اولا الزبيب ومعها بيمو. دابا جاد ملي كيجي بهذاك الشاشيه، يا اما تمر يا اما زبيب. هاد اليوم جاب شاشيه ديال الكاوكاو وبيمو كيجيبهم الاسراء، ما كياكلهمش حيتاش كيدي الماكله معاه قليل. بعض المرات اللي ما كنديرش ليه هكايا الماكله كياكلهم، وملي كياكل الماكله ديالو تيقول يا ماما كنجيبهم اسراء. ملي كيجيبهم كيشتهم يحلوهم فوق الطبله، راه تشوفوا حاطه ديك فوق الطبله تيرونوا الدنيا. وبعدا كاينه كيجيب صراحه ملي كيدخل من الباب اسراء كتمشي تجري لهذيك الشكيكيره الصغيره، كتشوفوا شنو جاب فيها، كتقولي غير نشوف شنو جبتي فيها. صراحه الله يحفظ لنا وليداتنا ويخلي لكم وليداتكم وتشوفوهم كيف ما بغيتو ان شاء الله يا ربي. وما يحرم حتى شي واحد من الذريه الصالحه، ويسهل على جميع المسلمين كاع اللي كيتمنى شي حاجه في حياته يا ربي تحققها ليه. ويا ربي تعاوننا على وليداتنا وتقدرنا عليهم ونوصلوهم ونشوفوهم كيف ما بغينا. يا ربي يطولنا غير في العمر ويعطينا الصحيحه ديالنا حتى نكونوا بهم ان شاء الله. هنا غتشوفوا هذا البلاكار هذا حطيته حدا الثلاجه، حيتاش كانت البارح بدات كطيح الشتاء، والبلاصه اللي حاطاه فيها عندي فيها القطره كتهبط لي الماء. صافي وحولته تما كاينه، حيت صافي ملي شفت القطره هكايا خفت عليه لا نغفل عليه هكا في الليل وما نسمعش الشتاء ويفزق ليا، وما حيتاش هو غير خشب غادي يضيع ليا. الا طاحت عليه الشتاء صافي غادي يضيع. خليته تما كينايا حتى ملي كتكون ما تكون لا شي ولا والو، عاد نرجعو لبلاصتو. وجمعت الدنيا طرفتها كيف ما شفتوا راني شاركتها معكم. ونتمنى بالله يعجبكم هذا الفيديو هذا يا ربي، وكثروا من لي لايك لختكم سهام الا جات على خاطركم. وشكرا لكم كاع اللي كيدير لي لايك وكيخلي التعاليق الزوينه، كنقول لك شكرا ليك. هنا دازت الغديوه ديالي كيف ما كتشوفوا، غديوه بسيطه غنشاركها معكم، غنطيبها لوليداتي وفي نفس الوقت نتقاسموا افكار، حيت راكم عارفين ملي كنبغيو نوجدوا هكا شي حاجه اكثريه في الغداء كنحيروا شنو نوجدوا لوليداتنا. وانا كنتقاسم معكم غير داكشي اللي كندير لوليداتي راه كنشاركو معكم. هنا شديت الطنيجره ديالي خويت فيها تكون 2 معالق ديال الزيت البلديه، شلت واحد البصيله كبيره شويه ديال القزبر ومعدنوس، وبداو كيتشحروا. رميت عليهم شويه ديال الدجاج، وفي العطريه شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القزبر حبوب، وشويه ديال التحميره. وغادي تشوفوني درت ديك القريعه هذاك راه كنور درت منه معلقه تكون ما كبيره ما عامره غير شويه. وملي درتو راني غتشوفوني ما درتش الملحه، لا تسولوني على الملحه حيت هو يا مالح. حتى ديك الساعات ملي يطيب لي هاد المريقه هادي وغادي ندوق. وديك الساعات الا كان خاص الملح نزيد المليحه. هنا غتشوفوني درت قرت خضيره هكايا، خيزو، قريعه خضراء، والبطاطا قرتهم هكايا طريفات صغيورين، ودرت شويه ديال الجلبانه. ملي تشحرت لي هذيك البصيله وزدت حتى المطيشه، درت حتى الثومه باش ما ننساش، راه واخا كنهضر معكم كننسى بزاف د الحوايج هكايا. صافي ملي تشحرات مرقتها، درت القياس ديالي ديال الماء. وهنا هاد المريقه هذه من بعد ما طابت وطاب هذاك الدجاج حيدته ورميت زلافه ديال الرز. غادي نطيب الرز على هاد الطريقه، بصراحه راه كيجي زويون وحتى الوليدات ديالنا راه كياكلوه وما كيشبعوش منه. صافي خليت الرز ديالي كيطيب، وهنايا راه الخبيز ديالي راه راميه كيطيب. راه بديت كنطيب الخبز وجاني واحد التعليق من عند واحد الاخت، وانا كنلبي داكشي اللي كتقولوه ليا كنلبيه على الراس والعين. قالت لي عندي فران بحال ديالك وبغيت ندير ليه حتى انا نفس الطبله اللي دايره اللي درتي لي، بغيت نعلقو هاد الطبله. اختي الا كنتي كتفرجي فيا ملي كنت بديت كنصلح هكا الكوزينه صايبها عبد الله غير بالخشب،
قطع هكايا الخشب ودار ليها المسمار صمرها. وهادو هما الحديدات باش قالت لي صور لي على ما اظن يمكن الحديدات باش ملصقاها. هاد الحديدات هادو انا صورتهم لك راه كيتباعوا عند دروغري. وكيف ما كتشوفي راه صايبها عبد الله على هاد الطريقه هادي صراحه. هاد الطبله هادي انا بعدا نفعاتني وزوينه. الفران ولا يعني بعيد راه ضروري كتهزيه هكا تبعديه عليك شويه وكتبقى هذيك البلاصه راه حطيت كيف ما كتشوفي حاطه تحت منها الماكينه ديال الصابون. وكنتمنى نكون فتك بشي حاجه. وهنا كيف ما كتشوفوا راه الخبيز ديالي راه طاب وشوفوا كيفاش كيجي. حتى هاد الاخت انا لبيت لك الطلب. هانتي شوفي الخبيز صراحه راه كيجي زويون. ويعني طريقه سهله ديال الخبز يعني الانسان ما يخافش يقول راه غادي نعجن الخبز ولا غادي نخاف منه ولا شي حاجه. لا ما تخافوش. اللي اول مره غتعجن الخبز غيتشجع وتعجن خبيز لوليداتها. صراحه الخبيز ديال الدار راه ما كاينش بحالو شي حاجه عجناها باليدين ديالك وعارفه شنو فيها راها كتكون صراحه زوينه. وهنايا الروز ديالي راه بدا كيطيب على ما اظن صافي راه طاب. خاصو غير نشف هكايا شويه من ديك المريقه اللي فيه. انا راه ناقصه عليه البوطه كيف ما كتشوفوا دايره بوط. في الاول جهدت البوطه حتى غلا هذاك الروز. وملي بدا كيغلي صافي نقص عليه البوطه وخليته كيطيب. هانتوما راه بدا كينشف من ديك المريقه. كيعجبني انا الروز يكون هكايا ناشف ما تكونش فيه المريقه بزاف. صافي راه وجد الروز كيجي على هذه الطريقه وكيجي صراحه بنين. وحتى وليدات ديالنا ياكلوا الخضره حيت الاكثريه الوليدات كيعجبهم الروز. ومن الاحسن ندخلوا لهم هكايا الخضره. انا راه درت الشلبانه درت البطاطا خيزو القرعه. الخضره اللي عندك ممكن ديريها لوليداتك وياكلوها. صافي حطيته هكا في الطبيسيل ودرت فوقه هكايا شويه ديال الحامض كيف ما كتشوفوا. وهذه هي الغديوه ديالنا. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا يا ربي ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. صحة والراحة. كي جاكم الروز؟ عجبكم؟ يلا بصحتكم وراحتكم. إسراء شنو باغا توري المشاهدين اللي قلتي قبيله؟ لا يخليه يوريني ما يخلي في عنقك يخلي في عنقك حيدتيه. شوفي إسراء شنو باغا توريكم هانتوما. قالت لك خليني نوري المشاهدين العقيقه ديالي وبغيتهم يقولوا لي واش زوين ولا خايب. قولوا لإسراء واش العقيقه ديالها في التعاليق واش زوين ولا خايب. ياك يا إسراء؟ يلا. عجبها. يلا ديري في عنقك كمان. يلا كولي. يلا بصحتكم وراحتكم. صحة ياك. يلا كولي. ودز كانت غدا كيف ما كتشوفوا انا كيعجبني ناكل الروز بالحار صراحه كيجي زوين. ومع الحامض عاوتاني كتعصري شويه ديال الحامض اللي كتعجبو هكا المذاق ديال الحموضه. انا الحار والحامض ولكن اكثريه الحار. بصراحه جا هذا الرز بهذه الطريقه هذه كيجي زوين. وحتى جادو إسراء كيعجبهم. عندك كتعجبهم المقارونيه كيعجبهم الرز. من الاحسن نبقاو نديروا بحال هاد الاطباق لوليداتنا وندخلوا فيهم الخضره وكيعجبهم الحال. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وغادي نقول لكم بسلامه عليكم.